الله مساكم أينما كنتم سيداتي سادتي، وكل عام وأنتم بألف خير. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار التي هي آخر نشراتنا لهذا العام، ونستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. رسالة فخامة الرئيس إسياس أفورقي بمناسبة حلول العام الجديد. العمل الجاد للدفع بقوة عملية تجميع القرى المتناثرة في إقليم شمال البحر الأحمر. جمعية أصحاب سيارات الأجرة تؤكد مواصلتها مشاركة البرامج التنموية. بوتين يقول أنه يريد تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين. إيران تجري مناورات بحرية جوية وبرية مشتركة في الخليج. مقتل 12 عاملا بحقل نفطي في شرق سوريا. إلى التفاصيل. وجه فخامة الرئيس إسياس أفورقي رسالة إلى كافة الشعب الإريتري في الداخل والخارج وقوات الدفاع البواسل بمناسبة العام الجديد 2023. وإليكم كلمة فخامة الرئيس إسياس أفورقي بمناسبة العام الجديد. رغم انخفاض أضرار جائحة كوفيد-19 نسبيا خلال عام 2022، إلا أنه كان عاما مليئا بمختلف الأحداث الطبيعية، ولا أكثر صعوبة من الجائحة والأحداث الطبيعية هي الدسائس التي يقوم بها القطر الأوحد أسياد حكم القاب بهدف خلق التوترات الأمنية والاقتصادية مواصلة لعنهجيتهم. وعلى ذات المنوال ازدادت التدخلات البائسة في جيراننا تنفيذا لأجندتهم البالية وخلق النزاعات، بالإضافة إلى تزايد هستيريا العدايات الحاقدة الموجهة على إريتريا. في ظل هذه الأوضاع العالمية والإقليمية، أثبت الشعب الإريتري في الداخل والخارج تصديه الذي يزرع الفخر والاعتزاز، معززا وعيه العالي وصفوفه المتراصة كالبنيان، بينما صنعت قوات الدفاع الباسلة الدافئة تحت حضن شعبها معجزات أدبت من خلالها القزاة العنهجيين المستفزين. لذلك أعبر عن فخري واعتزازي اللذان لا يوصفان. كما أنه لا يبدو أن عنهجية القوى المتغطرسة والمعرقلة تنتهي نسبيا في العام 2023، إضافة إلى عدائيات ودسائس العملاء. في المقابل ستكبر وتزداد تحدياتنا التنموية أكثر فأكثر. لذلك نتمنى النجاح لاستعداداتنا الجادة بتحديات قوية إلى جانب خيارنا العادل والمستقبل. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول العام الجديد والأعياد. الفخر والمجد لشهدائنا الأبرار النصر والجماهير. وبهذه المناسبة ننوه بأن كافة وسائل الإعلام الإريترية ستجري خلال الأسابيع المقبلة لقاءات مع فخامة الرئيس إسياس أفورقي فيما يتعلق بالقضايا المحلية والإقليمية والعالمية. دعت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في الاجتماع التقييمي المنعقد في 28 و29 من ديسمبر للدفع بأنشطة تجميع القرى المتناثرة لدورها الفعال في إنشاء كافة الخدمات الاجتماعية. وطالبت السيدة أسمرة الأسر للدفع بأنشطة الزراعة المطرية لما تلعبه من دور هام في تأمين الأمن الغذائي، تحسبا لقلة الإنتاج الزراعي نظرا لضعف الخريف في الإقليم. وأوضحت التقرير الإنجازات التنموية في بناء وصيانة مشاريع المياه بمديريات أفعبت وفرو وقلعلو وقندع ومصوع، والقيام بمسح أولي لبناء الخزانات والقنوات التحويلية للسيول. وذكر التقرير زراعة أكثر من 65 ألف هكتار بالاستفادة من السيول القادمة من الهضبة، فيما وزع 329 كنتال من البطاطا المحسنة على المزارعين، إضافة إلى توزيع 970 شتلة تمر بالتنسيق مع مؤسسة حلحلة للأبحاث الزراعية. وأشار التقرير فيما يتعلق بالمجال التعليمي بناء مدارس في مديريات فرو وأفعبت ونعفة بالتنسيق والتعاون مع المواطنين، وبناء أسوار بالحجارة، وافتتاح 9 مدارس ابتدائية و30 رياض أطفال، وارتقاء مدرستين إلى المرحلة المتوسطة.
وناقش الحضور على التقارير المقدمة بعمق مناشدين لتأمين تنسيق كافة الجهات لتنفيذ البرامج الموضوعة ورقابة جادة للمحميات والقطع الجائر للأشجار وتقوية أنشطة النفير والإسراع بصيانة المؤسسات الصحية والتعليمية القديمة. وذكرت السيدة أسمرت أن تأمين خدمات المياه في مديريات أفعبت ونقفة وإصلاح مساقط المياه وحماية التربة والمياه والقيام بأنشطة التشجير من أهم البرامج التي ستنفذ بفعالية عام 2023 داعية لتعزيز مساهمة المواطنين والمدراء. أكدت جمعية أصحاب سيارات الأجرة بأنها ستواصل بقوة الأنشطة التنموية مساعدة أسر الشهداء التي بدأتها في عام 2015. وأوضح رئيس الجمعية السيد منقس جيلا ميكائيل أن رعاية أسر الشهداء لا تترك للحكومة فقط، وأن جمعيتهم قدمت خلال 8 أعوام مضت 1,004,000 نقفة ل30 أسرة شهيد محتاجة بدفع 500 نقفة لكل أسرة شهريا. كما أوضح أن الجمعية ظلت تقوم بتسيير أنشطة تنموية في مناطق بيت قرقش وعد أبيته وعد نفاس بالتنسيق مع سلطة الغابات والحياة البرية، فيما قامت ببناء مدرجات حوضية في 4 هكتارات بمنطقة مايدمنت، وقرست 5,000 شتلة خلال عامي 2021 و2022. وقد أدت الرعاية الجيدة والمتابعة المستمرة إلى نجاح أكثر من 99% من تلك الأشجار. وعبر كل من سكرتير الجمعية السيد تبارك هيلي ومسؤول الإدارة والمالية السيد منقستاب أباي عن فخرهما لنجاح الأشجار التي قاموا بقرسها قبل عامين، مؤكدين مواصلتها بصورة أكثر تنظيما. وتضم جمعية أصحاب السيارات الأجرة في الإقليم الأوسط 960 سيارة أجرة. خرج الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في إقليم سارو والمؤسسات التعليمية العليا في 29 من ديسمبر 219 طالبا، من بينهم 105 طالبا من طلاب كلية التجارة والعلوم الاجتماعية حصلوا على دورات نظمها الفرع. واشتملت الدورات المقدمة إلى جانب تعليمهم الأكاديمي إلى صيانة الحواسب والإنتاج التلفزيوني والجرافيكس وغيرها من مجالات التقنية. وأوضح مسؤول الاتحاد في الكلية الشاب كوبيل تخلى أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لرفع قدرات الشباب ومعرفهم وإمكانياتهم ووعيه الثقافي، وتعد هذه الدورات جزءا لا يتجزأ من تلك الجهود الحثيثة الجارية للرقي بقدرات الشباب. فيما ذكرت مسؤولة الشباب بالفرع السيدة منصورة إسماعيل أهمية الدورات المقدمة للطلاب الكليات وكذلك الأنشطة الثقافية والرياضية، مناشدة الدارسين المساهمة الفعالة لإنجاز البرامج المنتظمة في الكلية، مستفيدين من المعلومات المكتسبة عبر مختلف المجالات المهنية. وذكر عميد كلية التجارة والعلوم الاجتماعية الدكتور استيفانوس حيلا مريم أن الشباب المتسلح بالمعرفة والكفوءة يكون رائدا في كافة المجالات، وأن الدورات المقدمة تجري بالتركيز على ذلك. وعبر الخريجون عن ارتياحهم بالمعرفة المهنية المكتسبة، مؤكدين تطبيقها على أرض الواقع. قدم سكان منطقة دنانلو في مديرية فرو ودمحين في مديرية عدقيح دعوة لتقديم الدعم اللازم لمواصلة الأطفال المعاقين تعليمهم، وناشدوا لرفع وعي المجتمع في التعليم وتكثيف توعيات تسهم في تمكين الطلاب المعاقين، وأن الطلاب المعاقين في مناطقهم يتابعون دراستهم، وعلى المدارس المقامة في المناطق البعيدة أن تعطي الاعتبار للمعاقين. وأوضح مدير مدرسة دنانلو الابتدائية والمتوسطة الأستاذ آدم أحمد أن الإدارة قدمت منزلا لإحدى الطالبات المعاقات من أجل مواصلة تعليمها، وذكر لتقديم دعم عربات الدفع للمعاقات الأخريات. وشكرت الطالبة سمير عثمان طالبة الصف الثالث الدعم المعنوي الذي تحصل عليه من والديها والمعلمين وزملائها الطلاب والإدارة. إلى فاصل ومن ثم نوفيكم بالأنباء العالمية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه يريد تعزيز التعاون العسكري مع بكين، مشيدا بمقاومة البلدين في مواجهة الضغوط الغربية. وقال بوتين في سياق ضغوط غير مسبوقة واستفزازات من الغرب نحن ندافع عن مواقفنا المبدئية. وأوضح الرئيس الروسي أن القوتين تعتزمان تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لروسيا والصين، وفي مواجهة عقوبات غربية قاسية على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا. سعت موسكو في الأشهر الأخيرة إلى تعزيز علاقاتها مع آسيا خصوصا مع الصين. وأعلن بوتين أن نظيره سيأتي في ربيع العام 2023 إلى روسيا في زيارة دولة ستكون الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19. أفادت وسائل إعلام رسمية أن إيران أجرت مناورات بحرية جوية وبرية مشتركة في الخليج بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال الأدميرال حبيب الله سياري لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إرنا أن المناورات التي تشارك فيها غواصات ومسيرات تشمل التدريب على عمليات جمع المعلومات عن القوات المهاجمة وكذلك عمليات استطلاع. وبدأت المناورات التي تحمل اسم ذو الفقار 1401 في الجانب الشرقي من المضيق في خليج عمان، وتجري طهران التي تعارض وجود القوات البحرية الأمريكية والغربية في المنطقة مناورات حربية سنوية في مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 30% من إجمالي النفط الخام المنقول بحرا. أسفر هجوم استهدف 3 حافلات كانت تقل عمالا بحقل نفطي في شرق سوريا عن مقتل 12 منهم. واستهدف الهجوم الذي نفذته خلايا تابعة للتنظيم بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان حافلات تقل عاملين في حقل التيم النفطي في ريف دير الزور القرب الذي يعد جزءا من البادية المترامية الأطراف التي انكفأ إليها مقاتلو التنظيم منذ إسقاط خلافته في مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته. وفي وقت لاحق قال وزير النفط السوري بسام طعمة في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن إحدى الحافلات تعرضت لقذيفة صاروخية لافتا إلى إصابة 4 عمال بجروح. ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يوجه كلمة بمناسبة العام. العمل الجاد للدفع بقوة عملية تجميع القرى المتناثرة في غليم شمال البحر الأحمر. جمعية أصحاب سيارات الأجرة تؤكد مواصلة مشاركتها في البرامج التنموية. بوتين يقول أنه يريد تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين. إيران تجري مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة في الخليج. طائرة عسكرية أمريكية تتجنب بصعوبة الاصطدام بمقاتلة صينية. هكذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.